الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة. إخواني في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشرت في الآونة الأخيرة توقعات وتنبؤات بأن ستحدث كارثة في يوم 11 أكتوبر، أي يوم الغد، أو يوم من تاريخ تنزيل الفيديو. وقالت متنبئة لبنانية تدعى ليلى عبد اللطيف بأنه ستحدث زلازل وفيضانات وكوارث وإلى ما شابه، وسينقطع النت في العالم بهذا التاريخ. طبعا كذب المنجمون ولو صدقوا، هذا أهم شيء. ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الغيب ومفاتيح الغيب مفاتيحه بيد الله سبحانه وتعالى، وحده الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب. تتوقع هذا شيء يخصك، بس تدعي أنك تعلم الغيب، أنت تعديت على حدود الله سبحانه وتعالى، لأنه وحده إذا شاء أن يقول لشيء كن فيكون. هذا الله سبحانه وتعالى. هناك في عام 2012 و2013 انتشرت على السوشيال ميديا مقابلة مع دكتورة مصرية تدعى مايا صبحي في برنامج مع المذيع يمكن إبراهيم رمزي، مذيع مصري معروف. هاي الدكتورة تدعي أنه هي دكتورة في علوم الماسونية وعلوم الطبيعة ولا ما شابه. تحدثت الدكتورة مايا صبحي عن الماسونية وعلاقتها باللي يصير، عن مخلوقات الفضائية، عن الكوارث، عن الزلازل، عن الإهرامات في مصر، وأنها لم تكن مدافن فقط مدافن أو مكان يدفن فيه الفراعنة، بل كانت مولدة لطاقات كهربائية كبيرة ومصانع وإلى ما شابه. تحدثت عن المخلوقات الرمادية، المخلوقات الفضائية، تحدثت عن كثير أشياء. راح نقرأ شيء ونسترجعها مع بعض ونعلق عليها مع بعض. بعد ما هيحدثوا كم من الزلازل، ودي برضو موجودة في المرحلة الأولى، هيعملوا كم من الزلازل مصاحبة لأحداث معينة، وهيتم استهداف أماكن دينية فيها. اللبنانية ليلى عبد اللطيف عادت نفس الكلام اللي قالته الدكتورة من 2013 2012 مايا الصبحي، وقالت إنه تحدثت عن مشروع المليار الذهبي، إنه هناك مشروع للنخبة اللي هم النظام العالمي الجديد اللي يحاول هذا المشروع القضاء على 80% من سكان الأرض، يعني تبقى النخبة اللي هم مليار الذهبي يسمونه نخبة النخبة، من خلال مؤامرات اللي هي الشعاع الأزرق، أنه يقطعون النت في الانترنت في العالم والمواصلات والاتصالات، وينشرون ألعاب عن طريق تقنية الهيلوجرام في السماء. طبعا راح نجي عليها وحدة وحدة، بس
أتمنى منكم إذا ما كنت مشترك في القناة أتمنى تشترك في القناة، وأتمنى تضغط على زر الجرس مشان يصلك كل جديد في القناة. تحدثت الدكتورة المصرية مايا صبحي عن مؤامرة خطيرة لخفض سكان العالم إلى المليار الذهبي، إلى مليار النخبة. طبعا هذا الأمر خطير. وأكدت كلامها كمان المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، اللي كثير من الناس وكثير من العالم يقولون إنه حتى إعلاميين كبار يقولون ويشكون في آرائها ويقولون إنه تقبض بالدولار مشان تعطي هاي المخططات، وهي ليست توقعات، لأن الله سبحانه وتعالى وحده عالم الغيب وعالم ما سيكون، ووحده وقل لا يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. هاي مفاتيح الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، قلناها وراح نقولها دائما. تحدثت مايا صبحي أنه الإهرامات لم تكن مقابر للملوك الفراعنة، بل كانت محطات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية والكهرومغناطيسية. طبعا عن مشروع المليار الذهبي تحدثت أنه الماسونية تهدف لتقليل وخفض سكان العالم بنسبة 80% إلى مليار ذهبي، هم النخبة اللي يتحكمون باقتصاد العالم ويتحكمون ببنوك العالم، وأنه هم اللي راح يتحكمون بكل شيء بالعالم، موارد العالم. وفي عام 2011 2011 نشرت ناسا تقرير سمته الأشعة الشمسية العاتية، على ما أعتقد اسم التقرير هو العواصف الشمسية العاتية. تحدثت في ناسا إنه راح تكون هناك عاصفة شمسية تضرب الأرض وتضرب مصادر الطاقة، ويمكن ينقطع الانترنت في جميع أنحاء العالم، تؤثر على شبكات الانترنت، كابلات الانترنت تحت البحار. وهذا أمر وارد، يعني أي كارثة طبيعية يجوز تأثر على محطات الانترنت. طبعا هذا من ضمن المخططات تبع المليار الذهبي. وفي هذا السياق تحدثت أخت سودانية يمكن مقيمة في أمريكا، أخت سودانية مقيمة في أمريكا تحدثت، انتشرت لها مكالمة على السوشيال ميديا تحذر أحد قرايبها تاريخ 11/10 من الانترنت التطعيم. بينقطع في العالم كله. تعالوا نسمع المكالمة مع بعض. ما بكون في تواصل، فلما ما يكون في تواصل عندهم الحقنة بتاعت التطعيم بتاع اللقاحات دي، أو أكون موت تاخدوا لقاح، ولا انت ولا اكلموا امك وكلمي روعه وكلمي كل الاهل، ولا حد ياخذ لقاح، لانه الدول كلها ما حتاخذه، لانه هذا لقاح الموت اصلا. عايزين يخفضوا الكره طبعا الأرضية اخواني سمعتم مع بعض 8 مليار الى مليار واحد المكالمة. وهل صحيح انه راح يكون تبدأ المؤامرة في هذا التاريخ، وانه فعلا راح يطعمون يقتلون العالم ويخفضون سكان الكرة الارضية الى مليار ذهبي عن طريق التطعيم واللقاح؟ على كل حال كل ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. وصدقني إذا لو اجتمعت الدنيا كلها لا تضرك إذا ما رضى الله سبحانه وتعالى أن يضرك ما راح تنضر. هاي حقيقة أخواني، ونحن الحمد لله مؤمنين بهاي الحقيقة، إنه لو اجتمعت كل الدنيا إنه تريد تضرك ما ضل تضرك، ما زال الله سبحانه وتعالى موجود. طبعا اخواني اذا انقطع الانترنت ايش راح يصير؟ اذا انقطع الانترنت راح توقف الطاقة الكهربائية،
راح توقف حركة الطيران الدولية، راح تنقطع الكهرباء في كثير من بلاد العالم اللي معتمدين بالطاقة الكهربائية على شبكة الإنترنت. راح توقف حركة الملاحة الدولية، راح توقف محطات التلفزة والإذاعة والإذاعات، الأقمار الصناعية، الخرائط، جوجل، جيميل، تيليجرام، انستغرام، فيسبوك، هذول اللي معلوماتك كلها كشخص موجودة فيهم وعدهم، اللي الرأسمالية والنظام العالمي يتحكم فيها، وهي بيد منه الجيميل والانستغرام والفيسبوك والواتساب والهوتميل والجوجل، كلها بيد النظام العالمي اللي يريد يتحكم فيك من خلالهم، اللي معلوماتك وحياتك، معلوماتك الشخصية وحياتك، ايمتى تنام، ايمتى تصحى، عملك، ايش تحب، ايش هو اللون المفضل إليك، اللباس المفضل إليك، ايش تريد تشتري، ايش بدك تعمل، كله موجود عندهم ومخزن، ويعرفونه بالتفصيل عن طريق الخطر الكبير اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الجوجل والفيسبوك، الجوجل والفيسبوك والجيميل والانستغرام والتليجرام والواتساب طبعا أنا أقول مستحيل إنه هم يخربون شبكات الإنترنت بإيديهم، لأنهم بحاجتها. منو بحاجتها؟ الإنسان البسيط بحاجة يحمل فيديو، يتفرج على فيديو، يتفرج على التواصل، يسمع له أخبار، يدور له على شيء معين ويسكر ويروح ينام. بس هم اللي حياتك وحياة العالم كلها والمواطنين والدول مخزنة على هذه الشبكة الإنترنت، وهم يتلاعبون فيها كيفهم، وهي موجودة عندهم. طبعا نحن مفهومنا كمفهوم إنسان بسيط، أنا أفهم إنه الإنترنت هو عبارة عن ريسيفرات تخزن عليها المعلومات، وكابلات تنقل المعلومات. الكابلات هي الموجودة تحت البحار، يعني يمكن أي سمكة قرش تقدر، يمكن تقدر تحطمها، يمكن أي كارثة، أي قنبلة، إذا الله أراد تتدمر فورا. فالإنترنت جايز ينقطع يعني، بس المؤامرة اللي هم يريدونها لتخفيض سكان العالم إلى مليار ذهبي، هاي لا يمكن الإنسان مؤمن أنه يصدقها، لأنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. يعني كل هذا يعمل النظام العالمي الجديد مشان إيش؟ مشان يتحكم بالإنسان، يتحكم بأذواقهم، يتحكم بعاداتهم، يتحكم بعباداتهم والعياذ بالله، يتحكم بحياتهم، يتحكم بمعيشتهم، يتحكم برزقهم، يتحكم، يعني استغفر الله. يعتقدون إنه هم يقدرون يعملون هذا كل شيء، وهم يحاولون، بس الله سبحانه وتعالى راح يخسف فيهم الأرض مثل ما خسف الأرض بغيرهم. يعني صدقوني، الجوجل وتويتر وانستغرام، اليوتيوب، الواتساب، التليجرام، الجيميل، الابل، كلها شركات تريد تتحكم فيك، وكلها بإيدهم. يعني والله العظيم الفيس، تخيلوا يا جماعة، الفيسبوك يعرف إمتى تنام وإمتى تصحى. الأبل يعرف إمتى تنام وإمتى تصحى، وأي ساعة تنام وأي ساعة لازم تصحى. يسمع صوتك لما تحكي،
يعني أحيانا تكون تحكي موضوع أنت وابنك، أو أنت وأخوك، أو بيتك اللي تحس فيه بالأمان، فجأة تطلع الدعاية على التلفزيون. شلون؟ تستغرب شلون؟ هذا كله مو تحكم؟ أنت تقول له والله أنا أحب أسافر، فجأة تطلع لك خيارات السفر أو شركات السفر بالدعايات. هذا كله تحكم بالأذواق، ويحاولون التأثير على دماغك، يحاولون عن طريق التطعيم اللي حكت عليه قبل شوي الأخت، عن طريق اللقاح والتطعيم، التحكم بتصرفاتك، زرع شريحة تتفاعل مع هرمونات جسمك، مع الجملة العصبية، مع الدماغ، مع التفكير، وتأثر عليك وتجعلك سلعة. مثل يعني ما عاد هم بحاجة لجهاز تليفون، ما عاد هم بحاجة لجهاز تليفون مشان يعرفون وين تروح وين تجي وإيش تعمل وإيش بدك. لا، هالشريحة هاي اللي يزرعونها فيك عن طريق اللقاح، عن طريق التطعيم، راح يعرفون كل شيء، يتحكمون بكل شيء. بس الله سبحانه وتعالى ما يغفل عنهم. الله الملك القدوس اللي خسف الأرض بأقوام قبلهم، يخسف الأرض بالنظام العالمي الجديد اللي يريد يتحكم بالبشر وبعباداتهم ويأله نفسه، والعياذ بالله الذي لا إله إلا هو. ما راح يقدرون، يعني لو حاولوا لن يستطيعوا، لأن وعد الله سبحانه وتعالى حق. اسم من اسمه هو الملك القدوس يا جماعة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ليش جبنا فرعون؟ لأنه فرعون كان يشكل نظام عالمي في القديم، وضرب لنا الله فيه المثل في القرآن الكريم تماما مثل هذا النظام العالمي الجديد. كان يملك تقنية يمكن لحد الآن ما وصلوا إليها. الفراعنة كانوا يملكون تقنية بحد الآن ما حدا وصل لها. فلذلك الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة كثير عن فرعون وعن هلاك فرعون وقوم فرعون. إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. سبحان الله، وحده بيده مفاتيح الغيب. يعني ليلى ومايا وكل إنسان يدعي بالتنبؤ والغيب، والتوقعات ما هي إلا فقاعات في الهواء. صدقوني يا جماعة، الله سبحانه وتعالى وحده بيده مفاتيح الغيب، لا يملكها إلا هو. بس يصلون لحد من حدود الله سبحانه وتعالى يقول هم وقفوا. وهكذا راح يعمل الله سبحانه وتعالى بالنظام العالمي اللي يحاول استعباد البشر وخلق ديانة جديدة للبشر يتحكمون فيها هم عن طريقهم وابعادهم عن دين الله سبحانه وتعالى، عن دين الحق، عن عبادة الله سبحانه وتعالى، عن التوحيد بالله سبحانه وتعالى، عن طريق التحكم بعقله والتحكم بعبادته والتحكم بمفاهيمه الإنسان. بس الله سبحانه وتعالى يسمح بهالشيء. الإنسان اللي خلقه سبحان الله، اللي خلقه الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. هل يسمح لهم النظام العالمي أنه يدمر هذا الإنسان، أنه يتحكمون بعقل هذا الإنسان؟ إلا الله سبحانه وتعالى حط العقل فيه ليفكر بالكون اللي خلقه الله سبحانه وتعالى، بخالق هذا الكون، ويعبد الله سبحانه وتعالى. ما أتوقع. فلذلك كل
كل التنبؤات ما هي إلا فقاعات، يمكن تصدف، بس كله بيد الله سبحانه وتعالى. كونوا مقتنعين بهذا الشيء. النظام العالمي الجديد، يعني النظام العالمي الجديد بكل هذه المحاولات يريد أن يستحوذ على عقل الإنسان، أن يبعد الإنسان عن الفطرة السليمة وعن الدين وعن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن عبادة الله، بتشجيع الإلحاد، تشجيع المذهبية، تشجيع الطائفية، تشجيع الديانات اللي بعيدة عن التوحيد بالله سبحانه وتعالى، خلق فتنة بين شعوب الأرض اللي تآمن بالله سبحانه وتعالى وغيرها، عن طريق الاستحواذ على عقل البشر، تبث السموم والأفكار عن طريق علماء، عن طريق بروفيسورات، عن طريق ناس خبراء، عن طريق علماء، تريد بس استحواذ على عقل البشر. هم الشيطان والعياذ بالله، ويعرفون أنه ما راح يستطيعون، لأن الله سبحانه وتعالى قادر لهم ويقدر يخسف فيهم الأرض. الشيطان لعنة الله عليه، إبليس، يعرف أن الله سبحانه وتعالى عزيز ومقتدر، ويعرف أنه لا يقدر أنه يوقف بوجه الله سبحانه وتعالى، ورغم كل ذلك كان يحاول أنه يغوي البشر، يغوي بني آدم من دور سيدنا وأبونا آدم عليه السلام لغاية الآن. وشوفوا شلون بسم الله الرحمن الرحيم يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يحلف بعزة الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم القادر المقتدر الملك القدوس الحكيم. اسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة ما أجت من فراغ. فلذلك النظام العالمي يحاول، الشيطان نقدر نسميه، أنه يستحوذ على عقل الإنسان عن طريق التطعيم أو اللقاح أو بث السموم أو الأفكار أو الرعب، بس ما راح يقدرون للأسف. كل إنسان مؤمن إيمان سليم ويظل الله في قلبه يعرف أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يخسف في يوم الأرض. محاولات الشيطان ما راح تنتهي، ومحاولات النظام العالمي ما راح تنتهي، بس صدقوني يعرفون أنهم ما يقدرون يخلقون نملة، ما يقدرون يتحكمون بالرياح، ما يقدرون يخلقون الصواعق، ما يقدرون يخلقون الهواء، ما يقدر يخلقون نملة. تصوروا يا جماعة، أصغر خلق الله سبحانه وتعالى ما يقدرون، ورغم ذلك يحاولون، بس الله سبحانه وتعالى راح يقول لهم ويذكرهم بحجمهم. كل محاولاتهم انه يخلون الانسان لا ديني مشان يتحكمون فيه. عالم في عام 1992 عالم أمريكي اسمه سيرج مونسنت اكتشف وثائق اللي يسمى الضوء الأزرق، اللي يحكون عليه حاليا بالسوشيال ميديا. وبعد ما اكتشفوا سرب الوثائق اغتالوه عام 1996. ما عندهم مزح. الماسونية والنظام العالمي الجديد اللي يسمون حالهم النظام العالمي الجديد، أو اللي يريدون يوصلون للمليار الذهبي عن طريق مخطط، أحد المخططات اللي هو الضوء الأزرق، الشعاع الأزرق. إيش هو الشعاع الأزرق؟ راح أشرح لك إياه بشكل بسيط مثل ما أنا فهمته. طبعا أنا لا عالم ولاني فيزيائي ولا دارس فيزياء ولا دارس كيمياء، بس من خلال مفهومي للضوء الأزرق ومن خلال الوثائق اللي قالها الصحفي الأمريكي، هو أول شيء مخططاتهم إيش؟
هي لا دينية، خلق دين موحد هو الدين الأسفاري، أي الدين الإبليسي. هاي الماسونية حكوا في تسربت كثير معلومات عن طريق المصحف الأسود والعياذ بالله، وعن طريق هذا الدين اللي يريدونه، يعني عبادة الشيطان والعياذ بالله، استغفر الله. تخيلوا يا جماعة، يريدون الإنسان يعبد الشيطان، راح يحلوا لك الشيطان، يلبسونه أجمل أثواب الزينة مشان يحلونه بعين الإنسان، بعد ما يتحكمون بعقله ويتحكمون بتفكيره ويتحكمون، يستحوذون على مبادئه وقيمه. أهم المخططات تبعها يريدون يقضون على الديانات عن طريق الفتن الطائفية، وعن طريق الحروب، وعن طريق اللي عم نشوفه هلا حاليا. هذول كلها تنفيذ لمخططاتهم. القبيلة عم تتعلق مع القبيلة الثانية، الطائفة مع الطائفة الأخرى في معظم دول العالم للأسف، وهيك يسيطرون، فرق تسد. النظام العالمي الجديد هدفه هو خلق نظام عالمي موحد يحكم العالم، جيش عالمي واحد يخدمهم، يخدم مصالحهم، شرطة موحدة تخدمهم وتخدم مصالحهم، دين واحد لجميع العالم اللي هو دين الشيطان والعياذ بالله. والله شي يوجع القلب لما تسمع هيك أفكار وسموم ومخططات تطلع لك، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجعلك تمسك بالله سبحانه وتعالى أكثر. جيش، كنا بالشرطة موحدة تخدم مصالحهم، بنك عالمي موحد، اقتصاد عالمي موحد، بنك غذائي موحد لكل العالم، يتحكمون بالبذور، بالأزهار، بالقطن، بالسماد، بالقمح، بالشعير، بكل شيء غذائي، يتحكمون بغذائك، بالحليب اللي يشربه طفلك، بالخبز اللي تاكله كله. يمكن يحطوا لك فيه مواد سرطانية، يمكن يحطوا لك فيه سموم، يمكن كيفهم هم هيك بدهم المليار الذهبي. عملة موحدة، عم تسجل معي؟ عملة موحدة إلكترونية طبعا، القضاء على كل عملات العالم، عملة واحدة بس موحدة يريدونها لهم، إلكترونية. هاي هي أهم أو خلاصة اللي مخططات الشعاع الأزرق، مخططات المليار الذهبي. هلا راح نشوف مع بعض شلون الطريقة اللي ينفذون فيها هذا المخطط، أي الشعاع. إيش راح يعملون؟ يعني شغلات في تساعدهم مشان الوسائل اللي تساعدهم بالشعاع الأزرق، هي اكتشافات خادعة يخدعون فيها العالم، مثل ما عم يخدعون اليهود حاليا إنه واقفين معاهم وإنه يحبونهم ويخلوهم يحفرون تحت المسجد الأقصى، تحت الهيكل، يدورون على مخططات قديمة يزورونها، ويقدرون يزورونها بكل سهولة بوسائلهم، تقنياتهم العالية. بس الله سبحانه وتعالى موجود. هم حاليا يسخرون اليهود لخدمتهم، يحفرون تحت المسجد الأقصى مشان سرقة الآثار والمخطوطات اللي تسهل عليهم ويزورونها لصالحهم. ثانيا يعملوا لك أشكال خدع بصرية
عن طريق بعد ما ينقطع الانترنت بالعالم، يعملوا لك خدع بصرية يمكن تصدقها بعد ما يستحوذون على عقلك، عن طريق يطلعوا لك بالسماء أشكال مثل اللي نشوفها بالصورة، على شكل طائر، أو على شكل مخلص، أو على شكل المهدي، أو عن شكل كل إنسان يعبد دين معين أو طائفة معينة، وكذا يظهروا له المخلص تبعه، يخليه يصدق نفسه أنه شافه فعلا. القضاء على المنهج السليم للإنسان عن طريق هاي الأشكال اللي يظهرون بالسماء. يجوز شكله يظهر لك الشيطان في السماء، أو يظهروا لك هذا الشخص اللي يقول لك يلا اتبعوا النظام الرأسمالي الجديد، النظام العالمي الجديد اللي راح يخلصكم، والدين الجديد اللي راح يخلصكم من الفقر والعوز ويلعب على الوتر الإنسان وعقل الإنسان وتفكير الإنسان عن طريق الهولوجرام. عن طريق الهولوجرام يعمل لك أشكال في السماء، يعمل لك أضوية، يعمل لك عن طريق ذبذبات صوتية معينة تدخل على الدماغ. الله يعلم، عندهم كل التقنية اللي تمكنهم من هالشيء يا جماعة، بس ما يصلون لقوة الله سبحانه وتعالى اللي أكيد ما يخليهم يسمح لهم يلعبون بخلق الله سبحانه وتعالى ويستحوذون على عقل الإنسان اللي خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته والتسبيح بحمده. الغزو الفضائي تحدث عنه كلينتون أمام الأمم المتحدة. تجي طائرات فضائية، مراكب فضائية، نشوف بعض يسربونها كل فترة، يسربون له أنه إنسان شاف طائرة فضائية، مركب فضائية. الناس الرماديين اللي تحدثت عنهم مايا صبحي، اللي تحدث عنهم المنجمين والعياذ بالله، يجيبوا لك غزو فضائي والله أعلم شلون تجي شكله وطريقته. حتى فيلم مسلسل الكرتوني الشهير اللي هو يمكن عبارة عن مخططات فقط على أساس هي توقعات أو تنبؤات، اللي هو سيمبسون، تحدث عن المركبات الفضائية والمخلوقات الغريبة وعن يوم القيامة بنظر والعياذ بالله اللي الله سبحانه وتعالى وحده يعلم متى سيكون. تحدث عن هذه الأشياء كمان مشان يقنعون المواطن فيها. استحداث زلازل، استحداث فيضانات في العالم مشان يعيشون الإنسان برعب وأنه يوم القيامة قرب. والله العظيم شياطين، والله العظيم شياطين إذا تسرح فيهم دقائق بس تعرف أنه قد يريدون شيطنة العالم بكل شيء يعملونه. بس صدقوني ما راح يقدرون طالما أنت تقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، طالما تؤمن بالله سبحانه وتعالى، طالما أنت متمسك بدينك وعقيدتك وعاداتك وتقاليدك السليمة، معناته أنت في الطريق الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى صدقوني راح يخسف فيهم الأرض. وهذا النظام العالمي الجديد اللي تريد الولايات المتحدة بقيادتها أنه تسيطر على العالم وتصير هي المهيمنة على العالم، هذا ما راح يصير إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم، وأتمنى أني ما طولت عليكم. اعذروني إذا كان يوجد في أخطاء، جل من لا يخطئ. وأتمنى تدعمون صفحتي، وراح نجيكم فيديو آخر إن شاء الله، وشكرا لكم.